انا بدات اصلا بان انا في البكالوريوس درست جندر اند سكشواليتي ستاديز، اللي هي دراسات جندريه وجنسيه. احنا لسه بالعربي بنحاول نفهم ونخترع بنتكلم عن الحاجات دي ازاي. وبعدها درست دراسات عليا في تعليم الصحه الجنسيه او sexual health education. ومن هنا ابتديت اكون بعمل ورش وبكلم مع ناس اكتر عن الحاجات دي. وكان دايما الاسئله اللي بتجيلي اسئله شخصيه جدا، الناس عندها مشاكل حقيقيه قوي في حياتها، وانا عندي حساسيه من الفتي، ما بحبش الفتي، ورايي ان ده موضوع ما يحتملش الفتي خالص. وابتديت في 2019 ادرس علاج نفسي جنسي، فده تخصص في العلاج النفسي very specific، ان هو بيشتغل على المشاكل الجنسيه، بس مش بيشتغل عليها في المطلق كده اكن هي ملهاش علاقه باي حاجه تاني. بالعكس، بنفهمها وبنشتغل عليها جوه اطار العلاقات، فبنفهم العلاقه اللي الشخص ده فيها، بنفهم علاقته مع نفسه، بنفهم علاقته مع شريكه، بنتطرق للطفوله والمجتمع والنصوص المجتمعيه. فده اللي خلاني اخش في المجال ده، رغم انه مجال جديد ومش متعرف عليه قوي ومفيش مننا كتير، الا انه انا تخيلت ان هيبقى فيه عقبات واوبستكلز اكتر بكتير قوي من اللي حقيقي واجهتها. وده بسبب حاجه وحشه مش حلوه. الحاجه دي هي انه الاحتياج للعلاج النفسي الجنسي مهول في ناس كتير قوي 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 قوي. خلاص يعني بيجيلي ايميلات اللي هو احنا الخطوه الجايه احنا هنطلق الحقيقه. بيجيلي من ده كتير، وده مجرد بيقول قد ايه الناس desperate، قد ايه الناس محتاجه جدا جدا ان يكون في المجال ده. فاعتقد ان ده جزء من اللي مخلي الناس متقبله المهنه دي، رغم ان مش دايما فاهمين قوي هي ايه، بس حاسين ايه ده، في حد بيتكلم عن الموضوع ده، في حد بيشرح اصله ايه، في حد يقدر يقدم علاج. واحده من يعني التشالنجز، التحديات، هي انه لسه ما فيش فهم قوي انه كتير من المشاكل الجنسيه اللي الناس بتواجهها اصلها مش بيكون عضوي، مش بيكون اورجانيك، مش بيكون حاجه غلط في جسم الشخص، بيكون حاجات نفسيه وعلاقاتيه اكتر. فلسه يعني لسه في مساحه كبيره قوي ان يكون في تثقيف احسن، وكمان ان يكون في تعليم صح، فنتفادى المشاكل اصلا اللي المعالج النفسي الجنسي بيحلها. واحده تاني من التحديات هي ان عددنا قليل قوي، وعدد الناس اللي محتاجه الخدمه دي اكبر بكتير قوي قوي من اللي احنا نقدر نساعدهم. فبنحاول ان احنا نحل المشكله دي. اوت اوف التحديات دي، ولانه احنا شايفين قد ايه الاحتياج كبير جدا، انا وزميلي دكتور محمد عيسى، معالج نفسي جنسي ودكتور نفسي، اسسنا منصه قارب. منصه قارب هي اول منصه عربيه بتقدم خدمات شامله في العلاج النفسي الجنسي. ده معناه ايه؟ اولا احنا جمعنا مجموعه من الخبراء اللي فعلا دارسين، فاهمين هم بيتكلموا في ايه، كواليفايد ان هم يقدموا خدمات شامله في مجال العلاج النفسي الجنسي. فعندنا معالجين نفسيين جنسيين، عندنا دكاتره نفسيين، عندنا دكتوره نساء، عندنا دكتور ذكوره، عندنا دكتورة علاج طبيعي متخصصة في صحة المرأة وإعادة تأهيل عضلات قاع الحوض. فبنحاول إن احنا نقدم للناس كل الخدمات المتكامله، عشان كتير قوي من الناس اللي بيعانوا من مشكله جنسيه بيحسوا ان هم تايهين. انا مش عارف اروح لمين، اروح لدكتور ولا اروح لمعالج ولا اروح لحد فيزيكال ثيرابي، اعمل ايه واروح لمين؟ فاحنا جمعنا الناس دي كلها في حته واحده. الشخص يقدر يخش على المنصه، يقدر يملى استبيان مدعم بالذكاء الاصطناعي، ده يرشده مين أول خطوة يحجز معاها. يقدر يحجز جلسة مع أي حد من الخبراء الموجودين أونلاين، بتكون آمنة، بتحصل بطريقة مهنية وسرية، لأن confidentiality مهمة جدا في العلاج النفسي، بس كمان بالذات في العلاج النفسي الجنسي، لأنه هي حاجة شخصية جدا، فبنضمن ده للشخص من خلال جلساتنا. بس كمان ستيل احنا عددنا قليل، وستيل عايزين نعترف ان العلاج النفسي الجنسي او العلاج النفسي عامه سعره احيانا بيكون عائق بالنسبه للشخص اللي محتاج الدعم والعلاج ده. والحاجه الثالثه هي انه احيانا الناس لسه مش قادره تاخد الخطوه ان هي تتكلم مع حد، لسه في وصمه، في احساس بالعار ساعات، وفاهمه ده قوي ومقدراه قوي. طبعا ما نفسيش يبقى موجود، بس هو حقيقي. فالخدمه الثانيه اللي احنا بنقدمها في قارب، اللي احنا فخورين جدا جدا بيها، هي ان احنا صممنا برامج
بتخاطب الشخص اللي بيعاني من مشكله جنسيه معينه، بس هي مش برامج تعليميه، مش شويه معلومات يفهمها فيحاول يفيد نفسه. هي برامج دي مصممه ان هي محاكاه لرحله العلاج النفسي الجنسي. فاخدت كل خبره الشغل في سنين مع ستات، مئات الستات اللي بيعانوا من التشنج المهبلي اللا ارادي، الفاجينيزمس، وحطيناه في برنامج. انا قاعده اكني الكلاينت قاعده قدامي. 53 حلقه، مش بس زي ما قلت تعليم، بس كمان مش بس اهو الحل على طول، لا، لانه هو مفيش one size fits all، هو مفيش حل حبايه سحريه يلا خديها. بالعكس، احنا بنمشي مشوار ان احنا نفهم ايه هو التشنج المهبلي اللا ارادي، نتعمق في ايه العوامل اللي قد تكون ادت ليه، لان هي مش حاجه واحده، صح، في عوامل كتير قوي وكل شخص هيكون مختلف. فكل ست تقدر تفهم ايه العوامل اللي ممكن تكون اثرت عليها هي عشان تعرف تتعامل معاها. وبعدين بنخش بقى في الجزء اللي الناس بتبقى مستنياه جدا، وهو اعمل ايه. فببتدي الاول ان انا بمشي مع ست رحله في ان هي تفهم جسمها، تحب جسمها، تعرف تسمع لجسمها وبيقول لها ايه، لان احنا مش عايزين ندوس على الجسم بقطر. جسم الست بيقول لها حاجات، بعلمها ازاي تسمعه وازاي تحبه وازاي تتعامل معاه. ومن هنا بعد كده الجزء الاخير في البرنامج، في لو هي حابه ولو جوزها حابب ان هو ينضم ليها في البرنامج، عشان بيبقى بقى تمارين كتير وحاجات يفهموها مع بعض ويعملوها مع بعض، في نهايتها انه ان شاء الله يكون في علاج كامل من التشنج المهبلي اللا ارادي. وحاجه تاني فخوره بيها قوي في البرنامج ده، ان معايا في البرنامج دكتوره عزيزه الجباس، دكتوره نساء وتوليد، ودكتوره ايمان ابراهيم، دكتوره علاج طبيعي متخصصه في صحه المراه، عشان ما نكونش بنخاطب حته واحده وسايبين الباقي. بالعكس، احنا بنتكلم على الاسباب العضويه، بنتكلم على الاسباب النفسيه، بنتكلم ايه اللي حاصل في العضلات. فبناخد الموضوع من كل جوانبه، عشان الست اللي بتعاني من ده فعلا محتاجه مساعده مهنيه تكون بتخاطب كل الجوانب المختلفه، عشان ما تحسش ان هي تايهه ومش عارفه تروح لمين او تعمل ايه. بسبب ان احنا ابتدينا نشوف نتائج عدم وجود ثقافه جنسيه صحيه وصحيحه، اعتقد انه النتائج السلبيه دي خلتنا بقينا متقبلين اكتر شويه ان يكون في ناس ومنصات وعلى السوشيال ميديا بنتكلم عن الصحه الجنسيه. كمان لما بنربط ده باللي بنشوفه بيحصل من ناحيه الاعتداء الجنسي، ونفهم انه احنا لازم نوعي عيالنا ونمكنهم، بنفهم انه ده كمان مرتبط بانه لازم يكون عندهم ثقافه جنسيه صح، يبقوا فاهمين جسمهم، عارفين يسموا اعضائهم، ان دي مش حاجه فيها خزي او عار، بالعكس دي حاجه بتحميهم. وبنبني على ده كل ما الطفل بيكبر، عشان انا فعلا مؤمنه ان الوقايه خير من العلاج. يعني انا بشوف كتير قوي في الثيرابي روم ان في انواع مشاكل كانت ممكن ما تبقاش موجوده لو كان عندنا ثقافه جنسيه صح، او كان ممكن مدى المشكله وكبرها يكون اقل بكتير لو كان في ثقافه جنسيه صح. فهديكي مثال بشوفه للاسف كتير، ستات كتير قوي فاكرين انه نفس الفتحه بتاعه البول بتاعه البيبي هي اللي بيخش فيها القضيب في ممارسه الادخال في الجنس. ده شيء مرعب، لان فتحه البول ما تستوعبش اي حاجه تخش فيها. فلو هو ده مجرد معلومه واحده صح، بس هي معلومه حجمها ونتيجتها كبيره جدا جدا جدا، وده اللي مصدقاه طول عمرها، ده هيأثر على جسمها. طيب هتقولي خلاص ما انتي صلحتي المعلومه، المفروض الموضوع يتحل. لا، مش بالبساطه دي، لانه الجسم خلاص اتعود انه اول ما حاجه بتقرب منه هو بيشد ويقفل، وده اللي هو التشنج، الكونتراكشنز. بس بهتم قوي كمان ان لما اتكلم على التشنج المهبلي اللا ارادي بالذات، انا عارفه ان هو كلمات طويله وكتيره قوي، بس لما بقوله بالعربي دايما بقول تشنج مهبلي لا ارادي. مهتمه قوي اني اقول ده عشان بحاول اوصل رساله انه مش ذنبك، انت ما عملتيش حاجه غلط، ومش انه في ايدك وانت بتدلعي. وده للاسف ستات كتير بيسمعوه لما بيروحوا لدكاتره او حتى من ناس في المحيط بتاعهم، عائلاتهم. فبقى مهتمه قوي ان نوصل مفهوم صح، انه ده مش ذنبك وانتي مش لوحدك. الستات بيستغربوا انه لما بقول لها انتي مش لوحدك بتقول يعني ايه انا مش لوحدي، هي دي ما كل اصحابي عادي. بقول لها طب هم اصحابك يعرفوا ان انتي بتعاني من ده؟ فتقولي لا. اقول لها طب غالبا كتير كمان من صحابك بيعانوا من نفس الحاجه، انتوا بس ما تعرفوش.
والاحصائيات بتقول لنا انه على الاقل 25% من الستات في مصر والوطن العربي بيعانوا من تشنج مهبلي لا ارادي في فتره ما في حياتهم. ده رقم مهول، ده ربع الستات. فازاي مش بنتكلم وازاي مش بنوعي؟ فدي حاجه انا مهتمه بيها قوي، انه الاحساس بتاع الست ان هي الوحيده وهي لوحدها بيزود العبء وبيزود قوي الاحساس بالخزي والعار بالشيم، اللي بيخلي الموضوع اصعب كمان ويخليها شايله ذنب وشايله حمل ان هي في حاجه غلط، وده مش حقيقي. ابتدينا كمجتمع نتكلم اكتر، وفخوره قوي 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 للي منكم شاف مسلسل لام شمسيه، شخصيه امينه خليل اللي هي نيلي، لاول مره في التلفزيون المصري عندها تشنج مهبلي لا ارادي، وبتروح لمعالجه نفسيه جنسيه عشان تتعالج من ده وتتكلم فيه. اللي لسه ما شافش الحلقات مش عايزه احرق عليكم كل اللي بيحصل فيها، ولكن فخوره اني كنت جزء من الفريق اللي بيكونسلت في المسلسل على الحته دي، وبنشوف انه يعني ايه حد يكون بيتكلم عن ده، ازاي المعالج بيستوعب ده، ازاي بيمشي مع الشخص المشوار في علاقه فيها امان وفيها سريه بس كمان فيها حدود. فبنشوف يعني ايه معالج نفسي جنسي موجود على شاشه التلفزيون وبيقول الكلام الصح، بيقول لها ان هي مش لوحدها، وبتكمل معاها رحله العلاج. وانه الشخصيه دي في المسلسل بتصارع مع ده، ورأيي انه أمينة خليل مطلعه الدور فعلا. ايوه انا بتفرج انا شايفه ستات كتير قوي 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 من اللي بيبقوا قاعدين قدامي in the therapy room فعلا ده اللي بيقولوه، ده اللي حاسين بيه، ده الاحساس اللي واصل. فمبسوطه انه يمكن ستات كتيره بيعانوا من ده هيشوفوا نفسهم، بس كمان هيشوفوا انه في حد اروح له، في حد اقدر اتكلم معاه. فشايفه شيفت ان احنا نبقى شايفين ده اون تي في في مسلسل كبير زي ده حاجه مهمه، لانه زي ما كنت بقول الرساله بتاعت انت مش لوحدك رساله مهمه قوي قوي، لانه بتكسر اول حاجز في انه انا ما فيهاش حاجه غلط. انا ست كتير بيقولوا لي انا حاسه اكني مش ست، وده مش حقيقي. مقدره الاحساس واحساس متعب، بس لازم نقول ايه الحق انه انت مش وحشه، وانت ما فيكيش حاجه غلط، وانت مش لوحدك، وانه في امل، ان في رحله علاج ينفع تمشيها. فشايفه ان احنا كمجتمع ابتدينا شويه بشويه خطوه بخطوه نمشي في الاتجاه الصح. لما حد بيجي لي في الثيرابي بيكون عندها تشنج مهبلي لا ارادي، انا قبل ما بشرح انا بسال صح. انا كتير قوي من دوري هو ان انا اسال اسئله نقدر من خلالها ان احنا تو انكفر، ان احنا نفهم ونتعمق في ايه اللي حاصل. ساعات بيبقى ان احنا نقول الكلمه ونقول المصطلح بتاع فاجينيزمز او تشنج مهبلي لا ارادي مهمه، لان بتدي اسم للخبره اللي هي بتعدي فيها. وبشرح للست انه اولا لا ارادي زي ما قلت جزء مهم من تعريف اللي حاصل، لكن كمان المشكله دي بنقول ان هي تشنج مهبلي لا ارادي لما الست بتكون عايزه انه يكون في ادخال، ولكن هو صعب جدا او مستحيل. واحيانا ده بيكون بيصاحبه تشنجات في عضلات قاع الحوض، بس اللي بيبقى حاصل في اغلب الوقت هو خوف او قلق او الم حقيقي جدا في جسمها، او خوف من الالم اللي ممكن يكون هيحصل، بس هي مش بتوصل لمرحله اصلا انه يحصل كونتاكت ما بين الاعضاء الجنسيه، لكن الخوف والقلق اللي ممكن تكون مش فاهمه جايين منين بيبانوا قوي في جسمها وفي الاكسبيرينس بتاعتها. بس هرجع لحته انه بنقول عليه تشنج مهبلي لا ارادي لو الست عايزه ان ده يحصل بس مش عارفه. ودي حته مهمه قوي في انه دي علاقه فيها كونسنت، علاقه فيها تراضي مستمر. فمش ان هي رافضه الشخص وهو
بيعمل حاجه غصب عنها. فهنا انا بقول ان الست عايزه ان ده يحصل، ولكن مش قادره ومش عارفه، فيا اما صعب جدا يا اما مستحيل. اغلب الوقت الستات اللي بيعانوا من المشكله دي بيروحوا للدكتور نسا، واللي بيحصل انه عشان في اغلب الوقت التشنج المهبلي اللا ارادي سببه مش عضوي، فلما بتروح للدكتور الدكتور يقول لها انت ما فيكيش حاجه غلط، هي فعلا ما فيهاش حاجه عضويا، بس زي ما يكون هي ده بيخلق لخبطه جواها لو هي مقتنعه انه دايما التشنج المهبلي اللا ارادي اصله عضوي. انت ما فيكيش حاجه، طب امال اللي انا بحس بيه ده ايه؟ هي بتحس بالم رهيب وخوف وانكزايتي، ومش دايما على فكره بتحس بالخوف والانكزايتي، ساعات تلاقي بس جسمها رافض. طب انا جسمي رافض ليه ما دام الدكتوره ده رحت لها قالت لي ما فيهاش اي حاجه؟ ده عشان كل الدراسات بتقول لنا ان اغلب حالات التشنج المهبلي اللا ارادي اصلها نفسي وعلاقاتي. مش نفسي ان انت عندك مشكله رهيبه ما تتعالجش، نفسي ده ممكن يبقى معناه صدمات قبل كده، ممكن يبقى معناه مشاكل في العلاقه الزوجيه كانت موجوده قبل الجواز او ابتدت مع الجواز، ممكن يبقى معناها حاجات كتير جدا. احيانا بتبقى عضويه بس اغلب الوقت ما بتكونش، وبتكون حاجات كتير قوي مختلفه ليها علاقه بفهمها بجسمها، ليها علاقه ممكن هي اصلا شخص يميل للقلق من التجارب الجديده ولا لا، ليها دعوه بحاجات كتير قوي. وده اللي في البرنامج اللي بنقدمه في قارب بنعمله، ان احنا في سكشن بحالها بنمشي فيديو في كل العوامل اللي احنا بنشوف من خلال خبرتنا ومن خلال العلم بيقوله لنا اللي بتكون عوامل قد تؤدي للتشنج المهبلي اللا ارادي، عشان هي تفهم وتدرك انه هي ما فيهاش حاجه غلط، وانه مجرد جسمها بيقول حاجه احنا بنحاول نسمعه ونفهمه ونتعامل معاه. البرنامج التشنج المهبلي اللا ارادي معمول للستات اللي بيعانوا من ده، بس من اول البرنامج بنقول لها انه at some point في اخر جزء من البرنامج هيكون افضل ان هي تدعو جوزها يشترك معاها، وكمان لو حابه ان هي تدعو جوزها يشترك معاها من الاول ده بيساعد جدا. وبقول ده في الجزء الاولاني من البرنامج، ده هيساعد ان هو كمان يفهم عشان يمشوا المشوار مع بعض، لانه الموضوع بيحتاج emotional support، فان يكون معاها شريك قادر يدعمها نفسيا وعاطفيا حتى في الجزء الاولاني اللي ليه دعوه بيها هي بس، ده بيكون مفيد جدا. وفي الجزء الاخير من البرنامج التمارين والكلام كله موجه ليهم هما الاثنين، بس كمان احنا عندنا برنامج تاني وعايزه اقول لكم ليه بتكلم عليه دلوقتي، لانه اوقات كتير الستات اللي بيعانوا من التشنج المهبلي اللا ارادي مع الوقت زوجها ممكن تأثير ده عليه نفسيا يسبب عنده هو مشاكل في الانتصاب، مشاكل نفسية بسبب اللي حاصل في العلاقة الجنسية والزوجية بسبب كل ده، لأنه بيأثر على العلاقة ككل في أغلب الأحيان. ممكن هو كمان يبتدي يبقى عنده مشاكل في الانتصاب. عندنا برنامج تاني موجه للرجالة وهو برنامج التغلب على ضعف الانتصاب. فلو دي حاجة برضو الراجل بيعدي فيها، مش بس شريك الست اللي ممكن تبقى عندها تشنج مهبلي لا ارادي، بس اي راجل يقدر برضو يشترك في البرنامج ده. برضو برنامج محاكاة لرحلة العلاج النفسي الجنسي بيقدمها زميلي والمؤسس لقارب دكتور محمد عيسى. بنمشي مع الراجل المشوار كله في التغلب على ضعف الانتصاب. احيانا بيبقى مشاكل في العلاقة الزوجية هي اللي بتكون عامل من العوامل اللي بتسبب مشكلة جنسية، وساعات العكس، وساعات بتبقى دايرة وبيتزنقوا فيها ومش عارفين يخرجوا منها. فالبرنامج بيخاطب كل ده، لأنه أنا مؤمنة جدا إنه المشاكل الجنسية مش بتحصل في فراغ. احنا بني ادمين، مفيش حاجة بتحصل جوه علبة جوانا، فاللي حاصل في العلاقة الزوجية هيأثر على الجنس، واللي حاصل في الجنس هيأثر على العلاقة الزوجية، حتى لو الناس مش مدركة ده. بس كتير من الوقت اللي بسمعه من الكلاينتس بتوعي هو انه احنا على طول بنتخانق، ولاقيه نفسي، الست بتقولي كده، لاقيه نفسي عصبيه اكتر قوي واقفه له على الواحده مثلا، ومش ما كنتش عارفه ليه، وتكتشف مع الوقت انه لان في حاجه كبيره جواها حاصله في مشاعرها تجاهه وتجاه نفسها، بتطلع في مواضيع تانية خالص. صح، كلنا بنختبر ده، حتى لو مفيش اي مشاكل جنسيه، ساعات بيبقى في حاجه واحده في حياتنا ستريسفul قوي وتعبانه قوي، فايه اللي بيحصل؟ ده بينفذ على حتت تانية في حياتنا او على علاقات تانية في حياتنا. فما بالنا بقى لما يبقى
جوه العلاقه الزوجيه حاصل حاجه في العلاقه الجنسيه هيأثر على باقي العلاقه. فبنتطرق لكل ده في البرنامج. بعلم الكابل ازاي يتواصلوا مع بعض بشفافيه، بس كمان بكومباشن، باللطف تجاه نفسهم وتجاه الاخر، فيكونوا عارفين يعبروا عن نفسهم بطريقه فيها مصداقيه اكتر، ولكن كمان من غير ما يكونوا بيجرحوا في بعض وخلاص. لانه مقدره قوي ان الكلام عن الجنس صعب في المطلق، الكلام عن الجنس صعب قوي لما بيكون في مشكله جنسيه. فبرشد الكابل ازاي يكونوا بيعملوا ده بطريقه فيها احساس بالامان، لانه التشنج المهبلي اللا ارادي جزء من اللي بيحصل فيه هو احساس بعدم الامان، بعدم امان في جسمها، بعدم امان تجاه اللي حاصل في الادخال خلال الجنس. فمهم قوي ان نشتغل على الاحساس بالامان في العلاقه عامه قبل ما يكون كمان بيترجم على العلاقه الجنسيه. في قارب مهتمين قوي ان احنا نكون بنشتغل على كل المشاكل الجنسيه. فالبرنامجين اللي موجودين حاليا هم التغلب على ضعف الانتصاب والتغلب على التشنج المهبلي اللا ارادي، بس لسه في مشاكل جنسيه تاني كتير هنكون بنشتغل على برامج ليها، منها سرعه القذف، منها مشكله مشاكل الرغبه والاثاره والنشوه الجنسيه عند الستات وعند الرجاله، منها انه الناس يبقى عندها حتى تروحها عشان تتثقف جنسيا قبل ما يكون عندها علاقه جنسيه. فبرامج اللي هي ما قبل الزواج هنكون بنشتغل على كل ده عشان يكون في مصدر موثوق فيه للناس يقدروا يروحوا له يتعلموا عن الجنس بطريقه اولا بالعربي، كله تماما بالعربي، ثانيا معمول بطريقه فاهمه ومقدره ثقافتنا، فمش مترجمين حاجه. احنا اشتغلنا مع مصريين وعرب حوالين العالم، مئات من الكلاينتس، فبنخاطب ثقافتنا. وثالث حاجه ومهمه قوي 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 بالنسبه لنا في منصه قارب هو انه كل حاجه بنعملها خاليه من الخزي والعار. فاحنا بنضمن انه يكون في امان في العلاقه ما بين المعالج والشخص او حتى اللي بيتفرج على الفيديوهات، انه there's no shame، احنا معاك واحنا شايفينك وشايفينك وعايزين نمشي معاكم مشوار تكونوا بتتمكنوا فيه، ومش بس بتتعالجوا من مشكلة، لكن كمان هدفنا دايما انه اللي يبتدي بمشكلة مش بس يطلع من السيرفيسز بتاعت قارب بمشكلة محلولة، لكن كمان يكون عنده حياة جنسية وزوجية فيها يكون عنده حياة جنسية وزوجية ممتعة أكتر. مش بس حلينا مشكلة وسيبنا الشخص في مكان كده نيوترال، لا بالعكس احنا كمان بنساعده ان هو يكون عارف يستمتع بالعلاقة الجنسية والعلاقة الزوجية. لو هقول نصيحة واحدة عن الصحة الجنسية والعلاقات هقولها للأزواج، انه اي مشكلة جنسية موجودة مش بتاعت الشخص لوحده، مش بيفيد اي حد ان احنا نلعب the blame game، ان احنا نلوم بعض. لو الشخصين ابتدوا يشوفوا ان هما فريق واحد، ان هما مع بعض ضد المشكلة، مش احنا الاتنين ضد بعض، بيفرق جدا 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 في رحلة العلاج. وبنشوف ده في الثيرابي روم، وعارفين ده من الدراسات انه الشخص اللي بيعاني من مشكلة جنسية لو شريكه داعم ليه بيفرق جدا في رحلة العلاج. ده مش معناه ان لو شريك مش داعم مفيش امل خالص، مش ده اللي بقوله، ولكن لو اللي بيسمعني دلوقتي شريكه عنده مشكلة جنسية، أشجعكم إن انتوا تحسسوهم وإن انتوا تبقوا مدركين إن هما مش لوحدهم في ده، إن انتوا مع بعض بتحاولوا تشتغلوا على أيا كان إيه هي المشكلة، تشنج مهبلي لا إرادي أو غيرها، لأن ده بيفرق جدا. إني أحس إن أنا شريكي داعمني عاطفيا ونفسيا وعلاقاتيا، حاجة بتفرق قوي قوي.